السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشيروا الفيديوهات لحبايبكم كده وتعملوا اللايك الحلو كده فضلا وليس أمرا. ويا ريت كده اللي يفتح الفيديو يشاهد الفيديو من البداية للنهاية. ولو انت لسه أول مرة تشوفيني اشتركوا في القناة عشان القناة تكبر إن شاء الله وتكبر بيكم ان شاء الله. يعني النهارده كل سنه وانتم طيبين. طبعا النهارده خلاص هي اخر جمعه في رمضان ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. ربنا يبلغنا رمضان اعواما كثيره، وربنا يبلغنا ليله القدر ان شاء الله. في البداية كده حبيت أقول لكم كل سنة وانتم طيبين. النهاردة خلاص بدأنا خلاص في تجهيزات العيد وعمل بسكوت العيد وكحك العيد والحاجات كلها الحلوة بتاع العيد. زي ما بقول لكم أنا بحب أعملها في البيت، ما بحبش أشتريها من بره. بتبقى فرحة، يعني حاجة بنعملها من السنة للسنة بتبقى فرحة يعني. ويا ريت كده انتوا تعملوها كمان وتعجنوا كده وتعملوا حاجة في البيت كده وتفرحوا ولادكم. طبعا بيحبوا الحاجات دي تتعمل في البيت ويشاركوكوا يعني في عمايلها. أنا حبيت النهاردة ايه أبدأ معاكم من الفطار، بس ما جبتلكوش الفطار كله عشان ايه ما تملوش يعني. جبت لكم مقتطفات. النهارده كنت هعمل محشي. في البدايه كده عملت، كان عندي فراوله، عملت عصير فراوله، وبعد ما عملت العصير دخلت في الفطار على طول يعني. بس انا جايبه لكم النهارده مقتطفات من الغدا عشان ما اطولش عليكم وما زهقكوش يعني من موضوع ايه الفطار كل يوم يعني. بعد كده بعد ما عملت العصير اللهم صل على النبي، عملت الصلصه بتاع القلقاس. انا زي ما قلت لكم في فيديو المشتريات انا كنت هعمل محشي يوميها، ده كنت هعمل محشي يعني. عملت الصلصة بتاع القلقاس كده، قطعت الطماطم على البصل في الخلاط، ما بحبش اسبكها يعني. بسيط خالص اللي انا بيه بسبكها على النار، بحس ان دي خفيفة خفيفة وتبقى طعمها حلو يعني. وبعد كده سلقت اللحمة، لازم احب اسلق اللحمة عشان يبقى عنده شوربة كده ازود بيه المحشي والقلقاس كده. ويعني ما بحبش اعمل اللحمة الا لما اسلقها. وعلى ما تتسلق كده قلت ارطف الكزبرة طبعا بتاع القلقاس. انا بحب اعمل القلقاس بالكزبرة زي ما انتم متعودين معايا وشفتوني، بس انا ايه جايبه لكم مقتطفات يعني، ما جبتلكوش الفيديو كله عشان ما تزهقوش وما يطولش عليكم يعني. انا جايبه لكم في الحاجات المهمه يعني. وزي ما اقول لكم بحب القلقاس بالكزبره، ما بحبش اعمله بالشوربه او كده يعني. بس في ناس تعمله بالصلصه من غير شوربه يعني. وهنا قعدت كنت خلصتها قلت اعمل خلطه المحشي. طبعا اليوم ايه بدأ معايا من بدري عشان كان ورايا حاجات كتيره، وطبعا انتوا عارفين ايه اليوم بيخلص بسرعه. كنت عايزه اعمل بسكوت يعني، كان ورايا النهارده ان شاء الله كنت هعجن بسكوت. بسجل لكم الفيديو يوم الجمعة، بس ده روتين يوم الخميس يعني. كنت هعجن البسكوت يعني واعمله. قلت اعمل الفطار في الاول الفطار وبعد كده اعجن البسكوت وبعد كده بعد الفطار ان شاء الله اشتغل فيه. عملت النهارده محشي. قلت ايه خلاص اخر يوم رمضان خلاص، قلت ايه اعمل يوم محشي كده قبل ما يخلص. احنا مش ملناش، هم مالهمش كده هنا في المحشي كتير يعني، بس انا قلت نغير عن الرز والمكرونه والحاجات دي. عملت النهارده محشي ورق عنب. انا برضه بحب الخلطه كده، ما بحبش اسبكها على النار. بحس بقى ان هي شغلانه وفي الاخر بتديني نفس الطعم يعني. جربتها لقيتها شغلانه وكل حاجه يعني شغلانه وتاخد وقت كده. الا دي سهله وسريعه، تبشروا البصل وتبشروا الطماطم وتقطع على الخضره وخلاص على كده، وتحط سمنه. انا حطيت سمنه بلدي عشان كل ما تحط السمنه البلدي بتخلي الاكل ريحته حلوه يعني ها. وتقطع الخضره، انا قطعت شبت وبقدونس وكزبره وحطيت لها سمنه بلدي وملح وفلفل بس يعني. واحشي عادي، انا بحب احشي زي ما اقول لكم على الطبق كده، ما اعرفش احشي على ايديا، ما اتعودتش. وزي ما اقول لكم برضو الورق عنب دي انا مخزنه من السنه اللي عدت، ولا اتقطع ولا حاجه خالص يعني. انا مخزنه من السنه للسنه. لسه كده مستنيه ان شاء الله بعد رمضان كده وسعره يهدى شويه عشان سعره غالي. اجيب كم شويه كده واخزنهم ناكل منهم طول السنه يعني. شايفين اللون الورقه خضرا ازاي، ولا مقطعه ولا مهريه ولا حاجه يعني. وبلفلف عادي كده كاني لسه جايباها النهارده من السوق يعني. طول ما انت مخزناه صح هو هيطلع معاك مظبوط يعني، يقعد معاك سنه واتنين كمان. اهو شايفين الورقه زي ما هي، ولا متقطعه ولا حاجه. زي ما بقول لكم هتخزنيه صح هيطلع معاك يقعد معاك طول السنه صح يعني. والخلطه حلوه وحمرا اهو. كل ما تكتري في الخضره تديكي طعم. بقول لكم ما بحبش اسبكها على النار، بحسبها شغلانه كبيره يعني على النار يعني. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده طبعا ايه النهارده هبدا خلاص هعمل حياه العيد. هعمل معاكم البسكوت النهارده ان شاء الله. ايه كده جايبه 10 بيضات. دول 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، لا 11 بيضه دول. ما تجيبهاش ايه الحجم الكبير، هكذا الحجم المتوسط ده. طبعا ايه هكسرهم هنا كلهم كده
عشان هحط قدهم لبن، لازم اكسرهم كده عشان اشوف معيارهم قد ايه واحط قديهم لبن يعني. كسرت دول 11 بيضه، دول كسرتهم ايه، جهزتهم طبعا. وايه هوريكم طبعا المقادير، وكل سنه وانتم طيبين طبعا. وبقول لكم يعني يا ريت تعملوا الحاجه دي في البيت، هي سهله مش صعبه كده، وفرحوا ولادكم كده واعملوا حاجه في البيت. لو هتجيبي كيلو بسكوت هتجيبيه بشيء يعني بمبلغ، وفي الاخر الكيلو معاكي مش هيقعد يومين كده ويخلص. هلا طبعا لما تعمل في الحاجه في البيت بتبقى فيها بركه وكتيره يعني. انا حبيت اعمل معاكم يعني عشان ايه اشجعكم كده وتعملوا ايه في البيت. لا بقول لكم كسرت دول 11 بيضه دول، عشان قدهم بالظبط هحط لبن، بس ايه نمشي واحده واحده كده مع بعض عشان ايه تعرفوا الطريقه. جبت كيس سكر، ده كيس سكر كيلو يعني، ده انا بعمل كيلو سكر. فضيت كيس السكر، قلت لكم ايه كيس سكر كامل، عليه ايه كوبايه سمنه طبعا من دي. المج ده طبعا موجود في كل البيت كده والبيوت يعني، ايه امليه كده على الاخر سمنه. انا عامله بسمنه بلدي عشان انا قلت لكم كل حاجه العيد هعملها بسمنه بلدي طبعا. احنا اللي هناكلها يعني يفضل انت تعملي الحاجه بتاع العيد سمنه بلدي كده عشان تبقى ريحتها حلوه وطعمها حلو. تملي كوبايه كده كويسه على الاخر كده. هي بسم الله ما شاء الله سمنه مرمله وحلوه زي انتم شايفين اهو. تمليها كده تفضيها اهو. حطيت السمنه، كوبايه السمنه وكيس السكر، واعجن كده شويه كده فيه مع ايه. مش هحط البيض شويه دلوقتي، شويه كده واحط البيض يعني، استني شويه كده. حركي السمنه مع السكر شويه كده وبعد كده ايه نحط البيض واحده واحده. شايفين السكر لونه بيض ازاي. تفضل ترب السكر مع السمنه لغايه ما يبيض معاكي كده، وبعد كده ايه تفضي البيض واحده واحده معاكي، واحده واحده كده تفضيه. انا طبعا ايه كسرته عشان ايه اعرف المعيار بتاعه. بيضه بيضه يعني، تحركيها كده وبعد كده تكسري التانية واحده واحده. شايفين بيضه وبيضه بيضه لغايه ما تخلصي الكميه كلها، عشان ايه كل يدخل في بعضه. شايفين لون السمنه مع السكر ازاي ابيض ازاي. هو البسكوت عاوز ايه شغل كده عشان يطلع معاك مظبوط وحلو. رب كده واحده واحده حطيت ايه البيض كله. شايفين لونه ابيض ازاي. تفضلي كده ترب بايدك كده لغايه ما يبقى خفيف معاكي. طبعا ايه هحط دلوقتي الفانيليا. انا بحب ايه احط 4 اكياس فانيليا. جايبه الاربعه دول 4 اكياس فانيليا، افتحهم واحطهم في على البيض برضو اهو. فتحت 4 اكياس فانيليا وكبيتها على البيض زي ما قلت لكم المقادير. كيس سكر وكوبايه سمنه، مج سمنه كده حلو كده مليان على الاخر، وعليهم 11 بيضه، وقد ال 11 بيضه كده لبن يعني. تكسر ال 11 بيضه في طبق كده او في بوله او اي حاجه كده عندك، وبنفس المعيار بالظبط تحط اللبن اهو. عيرت نفس المعيار بتاع البيض، عيرته لبن واكبه كده واحده واحده كده، واحده واحده تكبي ايه اللبن كده واحده واحده تكب كده وتدوبي. استني شويه كده لما يدوب ده كده، وبرضه ايه تكب الباقيين اللبن زي ما قلت لك. تكسر البيض الاول ونفس كميه البيض تحطي لبن باي حاجه تعاير بيها يعني. انا عامله لبن على بيض. انت لو حابه تعملي بيض بس، بدل ما تعملي 11 بيضه تعملي 23 بيضه يعني او 22. تفضلي كده تدوبي في السكر، ما تستعجليش على الدقيق عشان السكر يدوب، عشان لو السكر قاعد زي ما هو كده هيبوظ البسكوته. لازم كده تفضل تدوبي كده لغايه ما تحسي ان ما فيش سكر خالص، حبيبات سكر خالص، وبعد كده نحط عادي الدقيقه. طبعا ايه انا جايبه الدقيق معاكم ده في المشتريات اللي وريتهولكم قبل كده. فتحت كيس، هو الكيس كيلو. استنى حط الكيلو كله كده، وبعد كده نرجع نحط النشادر او على حسب ما بتقولوا. في ناس تقول نشادر وفي ناس تقول كربوناتو يعني. الكربوناتو ده حوالي 105 جرام. دول 105 جرام على مقدار الكميه اللي انا عاملاها دول. تروح للعطار تقولوا له انا عاوزه 105 جرام هيديهم لك يعني. انا حطيت كيلو بس دقيق، وبعد كده احط الكربوناتو. ولازم زي ما بقول لك تتاكدي من ريحتها، عشان لو ما فيهاش ريحه يبقى كده البسكوت مش هيبقى حلو معاكي. لازم تتاكدي من كل ما ريحتها تبقى نفاذه كل ما البسكوته تبقى معاكي حلوه. انا حطيت اول كيلو وحطيت الكربوناتو، واحط تاني كيلو.
هو انا عارفه ان هو هياخد حوالي كده 3 كيلو الا ربع، بس انا برضه مش هحطهم كلهم مره واحده لما اشوف يعني، اصل كل دقيقه تختلف عن التاني يعني. في دقيقه تاخد جوام، وفي دقيقه تحط منها كتير. انا حطيت 2 كيلو ولسه برضه هستنى لما اشوف برضه العجينه هتبقى هتعوز قد ايه يعني، نص ولا كيلو تاني. يعني ممكن تحتاج كيلو الا ربع تاني يعني. يعني المقدار ده بيحتاج حوالي 3 كيلو الا ربع، بس انا برضه الكيلو التالت هحط واحده واحده يعني. زي ما قلت لكم هو بيحتاج اكتر من 2 كيلو، بيحتاج حوالي 3 الا ربع. انا جبت الكيلو التالت، ايه هفضي منه كده واسيب حوالي ربع كيلو كده، وبرضه استنى لما اشوف. ما تكبيش التلاتة كلهم مره واحده، لا استني شويه، واحده واحده يعني، كبي واحده واحده عشان ايه ما ينشفش منك وتعوزي تزودي لبن وتزودي بيض تزودي لبن. لا انت حطي واحده. الكيلو التالت ده حطيه واحده واحده، ما تحطوش مره واحده يعني. هو الاتنين كيلو تحطيهم عادي، والكيلو التالت واحده واحده كده لغايه ما تشوفي العجينه معاكي. اهو حطيت، وبرده لسه حسابه طري، لسه هحط له حوالي، هو زي ما قلت لكم هياخد حوالي 3 كيلو الا ربع. بس انا بحب ايه احط واحده واحده برضو عشان اشوف، عشان كل دقيقه مختلفه عن التاني. ده انا جايبه النوع اللي اسمه الكوثر، ده زي ما انتوا عارفينه كده، اسمه الكوثر، اللي وريته في فيديو المشتريات اللي قبل ده. لسه اول مره اجربه واشوفه كده في الحاجات دي كويس ولا لا، ولو حد يعرفه ويعرف ان هو حلو ولا لا يقول لي. اهو تفضلي كده تغيبي في الدقيق كده لغايه ما تشوفي ايه. وطبعا ايه، استني عليه لما يرتاح شويه يعني. مثلا لو وراكي حاجه كده اعمليها، وبعد كده ارجعي اشتغلي في البسكوت على طول. انا طبعا دلوقتي بعجنه قبل الفطار، وبعد كده ايه نعمله بعد الفطار ان شاء الله. عجنه واسيبه كده يرتاح شويه، وبعد الفطار هشتغل فيه على طول يعني. خلصت عجن، خدت زي ما قلت لكم حوالي 3 كيلو الا ربع يعني، 2 كيلو، وبعد كده توزني كيلو الا ربع وتحطيه واحده واحده. انا خدت معايا حوالي 3 كيلو الا ربع، وبرده لسه اجربها تاني واشوف شكل البسكوته كده حلو ولا سايحه، ولا عايزه دقيق تاني ولا ايه. بس ان شاء الله انا عجنتها دلوقتي قبل الفطار، وبعد الفطار ان شاء الله اشتغل فيها يعني، اسيبها ترتاح لغايه بعد الفطار، وبعد كده ايه اشتغل فيها يعني. طبعا فطرنا وخلصنا. قلت لكم انا هعمل طبعا البسكوت ده بعد الفطار. بجيب الصواني طبعا ايه، نعمل في الصواني الصغيره دي عشان الفرن بتاع الصغير دوت ما بياخدش الصواني الكبيره. ايه جبت الصواني بتاعتي كده، تدهنيها سمنه كده حلو كده عشان ايه ما يلزقش معاكي. انا كنت شغاله يعني، انا سويت قبل كده صينيه يعني، بس هي قلت ايه افتح معاكم الكاميرا واوريكي يعني. هنا تاني صينيه دي او تالت يعني. هنا عملت كده زي ما انا، بس انا هوريكم، بس هرصه الاول واوريكم انا بعمله ازاي يعني. برص واحده جنب التانية كده، وجربوه بنفس المقادير بتاعتي دي وان شاء الله يعجبكم يعني. وما تبخلوش عليا بالاشتراك واللايك وتشير الفيديوهات كده، ويا ريت نشترك كده عشان القناه تكبر ان شاء الله. بفكركم كتير اهو، ما اذكر فيكم يعني، عشان ما تنسوش الاشتراك. هترص واحده جنب واحده كده، هوريك عليه انا بعمله ازاي. انا جبت كيس كده عشان ايه مش هعمل على الترابيزه على طول يعني. هجبت كيس كده نظيف يعني، ده انا غسلاه ونظيف يعني. اجيب العجينه، إيه اجيب حته صغيره كده، انا ما بحبش اعمل عجينه كبيره يعني، حته صغيره. ويا ريت في البدايه كده تدهني الكيس حته سمنه صغيره كده عشان ايه ما يلزقش فيها ايه العجين. تحطيها كده تفرديها باي حاجه عندك، بنشابه بعض. بس انا الحقيقه دي كانت عندي كده، غسلتها قلت ايه افرد بيها. افردي كده السمك ايه، ما تخنيش اهو عشان هو لسه يدخل الفرن هيعلى شويه يعني، ما تخنيهاش. اعملي السمك ده حلو ده، وهوريلك لما يستوي كمان. افردي كده عشان ايه لسه يدخل الفرن، والكربونات هيعليه لفوق كده وايه، وخليه حلو كده. شيلي بس ايه الجنب ده، وقطعي عليه الحجم اللي انت حباه. انا شايفه الحجم ده كويس يعني. بس ما تطوليش البسكوت عشان ايه ما تبقاش حلوه يعني. البسكوته لما تبقى طويله ما تبقاش حلوه. حاولي ايه، لسه انا هقسمها بالنصين عشان ما تبقاش طويله، ما تبقاش شكلها حلو يعني. القصيره هسيبها زي ما هي، زي دي كده هسيبها زي ما هي. انما اللي شايفين اهو الطويله اللي زي كده هسيبها بالنصين كده. انا بعمل بدي اسمها عجله دي، بس هي كان لها يد هنا بس اتكسر. هي شغاله يعني بس هي كان ليها يد طويل هنا بس اتكسر منها. قلت برضه هشتغل بيها يعني. ايه
مليتها كلها كده. سيبي مسافة بين البسكوتة والتانية كده عشان ايه ما يلزقوش في بعض. هي طبعا انا بحط صينية في الفرن وواحدة اشتغل فيها وواحدة يعني في واحدة في الفرن، ودي لما تطلع ادخلها، ولما تطلع هوريها لكم يعني. بقول لكم ايه، حاولوا كده تعملوا الحاجة في البيت ريحتها كده تخلي البيت ريحته حلوة يعني. ريحة البيت كده يبقى مليان خير كده، وحاجات العيد كده بتبقى حلوة وفرحة. هي حاجة بنعملها من السنة للسنة، بس يعني أنا بحب نعملها في البيت يعني، ما بحبش نشتريها من بره. شايفين اهو، ولما يطلع هوريهولكم اهو. دي طلعت من الفرن، دي كنت عاملاها في الفرن اهو. شايفين لونها من تحت دهبي ازاي وحلو، ومن فوق. والتسوية دي على حسب ما تحبي انت، حباها لونها احمر خليها لونها احمر عن كده، بس احنا بنحب اللون ده، ما بنحبش نحمرها اكتر من كده يعني. انت عادي على حسب ما بتحبي، حابه تحمريها اكتر من كده حمريها. شايفين لونها من تحت ازاي احمر وازاي، ومش مخرمه وخفيفه ومستويه من جوه. شايفين اهو، بص اهو، شايفين حلوه اهو. جربوها بس كده وان شاء الله تعجبكم. وايه، وما تكسليش كده، وقومي اعملي الحاجه عجيني كده وما تكسليش. وافتحي الفيديو كده واعملي نفس بس المقادير بتاعها. وانا بقولك بعملها بالعجله دي. العجله دي طبعا انتوا عارفينها، ولو مش موجوده عندك هتروحي عند الحاجات الناس اللي بتبيع حاجات المطبخ يعني، دي هتقولي لها عاوزه العجله بتاع البسكوت هيديها لك يعني، مش غاليه. وتعملي بيه كده وتفرحي ولادك بيه. شايفين لونه، بس ما اقولك التسويه دي على حسب انت بتحبي، حابه لونه احمر عن كده حمريه يعني، بس احنا بنحب اللون ده يعني. وصلت لغايه هنا، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشيروا الفيديوهات كده لحبايبكم واللايك. واشوفكم على خير، واستنوني كمان في الفيديوهات التانية. لسه هعمل باقي الحاجات، بس النهارده بدات بايه، بالبسكوت يعني. لسه هعمل الغريبه واعمل البيدوفور واعمل الكحك يعني، بس كل يوم بعمل حاجه يعني. واشوفكم على خير ومع السلامه.